السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، يا رب تكونوا بصحة وخير. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الشوكولاتة بالكريم كراميل. حاجة كده يا جماعة، ابداع، اختراع، جمال، مش لاقية كلام يوصف الحلاوة دي. بجد اتحداكم ان هي اول ما تتقدم هتتنسف في ساعتها، زي ما حصل عندي بالظبط. من حلاوتها وجمالها لو عملتيها لهم مرة هيطلبوها منك 100 مرة. سهلة وبسيطة ومقاديرها متوفرة في كل بيت، وطريقة تحضيرها سهلة جدا، وحاجة كده شكل وجمال يشرفك قدام ولادك وجوزك وضيوف. حبايب قلبي سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا نشوف القمر والجمال ده والطعامة دي هنعملها مع بعض. بسم الله. هنبدأ الفيديو بتاعنا، وهنا معايا كده في الخلاط بيضتين بدرجة حرارة المطبخ. يعني ايه؟ يعني بنخرجهم قبل ما بنشتغل بحوالي ربع ساعة، لو الجو حر نص ساعة كده يعني. وهحط عليهم كيس من الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وكمان هحط معاهم معلقة كبيرة كده مليانة من الخل. هنضيف معاهم كمان رشة ملح صغيرة، يعني كده قرصة ما بين ايديكي، حاجة بسيطة جدا. ونقفل الخلاط ونضرب المكونات اللي معانا دي كويس جدا لحد البيض كده ما يهيش ويكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ويكون مليان كده فقاقيع من الهواء. بعد كده هنضيف له كوبايه من السكر، كوبايه كده كبيره مليانه من السكر، ومش هيفرق معانا نوع السكر، ابيض فاتح غامق مش هيفرق. هنغطي ونرجع نضرب بقى السكر مع البيض والمكونات اللي كانت معانا في الخلاط لحد ما اتاكد ان السكر داب جدا جدا، وكمان عمل فوليوم كده وتقل وبقى عامل زي الكريم شانتيه كده. الخطوه دي مهمه علشان السكر يدوب كويس وما يعملش معانا في الكيكه نقط بني، وكمان علشان البيض ياخد هوا كمان. بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هضيف له بنفس الكوبايه كوبايه الا ربع من الزيت، وطبعا زيتنا كل ما يكون طعمه حلو كل ما يدينا كيكايه طعمها حلو. ونقفل تاني الخلاط ونضرب كل المكونات اللي معانا، المكونات اللي ضربناها في الاول مع 3/4 كوبايه الزيت اللي احنا حطيناه، ونضرب كده لحد ما الاقي قوام الحاجات اللي معايا في الخلاط بدأ يبقى تقيل شويه كده. كده تمام. انا ضربت الزيت مع البيض والسكر، واتأكدت كمان مرة ان السكر داب معايا خالص. في الوقت ده بضيف له كوباية مليانة من الحليب. يعني يا جماعة بدفيها سنة، الحليب يكون دافي، حاجة بسيطة جدا زي رضعة البيبي كده. وزي ما انتوا شايفين انا استخدمت كوباية واحدة في كل المقادير اللي معايا اللي موجودة معايا في الفيديو. وهنضرب الحليب مع كل المكونات اللي كانت موجودة معايا في الخلاط لحد ما اتأكد ان كلهم امتزجوا واختلطوا مع بعض كويس، وخدوا كده كمية هوا حلوة من كتر الضرب اللي ضربتهم فيه. طبعا بنطفي الخلاط ونشغله ونطفي الخلاط ونشغله، علشان ما ينفعش ان احنا نشغل الخلاط ضرب متواصل كده. بصوا الخليط هاش وبيض وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده خلاص حضرنا المكونات السايلة. نيجي بقى للمكونات الجافة. بنفس الكوباية اللي عايرت بيها السايل هنحط بيها الجاف، كوباية ونص كده من الدقيق. وزي ما انتوا شايفين يا جماعة الكوباية واحدة في كل المقادير. احط عليهم كده 2.5 او 3 معالق من النشا. وطبعا كلنا جربنا النشا في الكيكات اللي عملناها مع بعض وعرفتم ان هي حلوة قوي يا جماعة. 2.5 معلقة من النشا. هحط عليهم كمان 3 معالق كبار مليانين من الكاكاو الخام، وانا بستخدم كاكاو خام اسباني، ده موجود عند مستلزمات الحلواني وعند العطار. النوع ده حلو بيخلي الكيكه حلوه ولونها حلو. واحط لهم كمان معلقه كبيره كده مليانه هرميه من البيكنج باودر. وننخل بقى كل المكونات اللي معانا جوه المصفى دي، ولو نخلتيها مره واتنين وتلاته هيديكي كيكه هشه ومرتفعه كده وخفيفه. زي ما بقول لكم في كل الكيكات اللي عملناها مع بعض قبل كده، ان نخل الدقيق مره واتنين وتلاته من عوامل نجاح الكيكه، وضرب المكونات السايله في الخلاط كتير فتره حلوه كده بيخلي الهواء كده يدخل مع البيض ويدينا نتيجه حلوه للكيك. واتاكد كمان ان السكر ده كده خلاص. انا نخلت كل المكونات اللي معايا. هنجيب بقى المكونات السايله اللي انا ضربتها في الخلاط وهنزل بيها على المكونات الجافه اللي موجوده معايا جوه الطبق، وطبعا ينزل كل المقدار كويس علشان مقاديرنا تكون مظبوطه. نبدا بقى نقلب كده في اتجاه واحد وبالراحه، ما تقلبيش بسرعه، وخلي دايما في
الكيكات يكون تقليبك في اتجاه واحد، ما تقلبيش مع عقارب الساعة وترجعي تاني تعملي العكس، علشان كده بتخرجي الهواء اللي موجود جوه الكيك. حاولي على قد ما تقدري ان يكون تقليب بالراحة وفي اتجاه واحد طول ما انت شغالة في تقليب الكيك، وتأكدي 200% ان كل الكيكة بقت مفيش فيها اي تكتلات خالص او اي لسه بواقي من الدقيق زي ما بيحصل معاكم كتير. وبتقولوا لي يا دنيا الكيكة بتاعتنا او العجينة كانت تقيلة شوية. حصل معايا اهوت، وحطيت لها بصوا زي ما بقول لكم في التعليقات وبجاوب عليكم، قوام الكيكة طلع تقيل شوية عن اللي انا بقول لكم عليه، بتضيفي معلقة حليب بمعلقة حليب وتقلبي. بصوا زي ما انتم شايفين انا بعمل اهو، ضفت معلقة في الاول وقلبت، لقيت القوام لسه تقيل شوية، حطيت معلقة تانية وقلبت، لان طبعا يا جماعه الدقيق بيختلف من نوع لنوع فحسب شربه للسوائل. بصوا كده القوام المظبوط للكيكه، مش خفيف قوي ولا تقيل قوي، بيكون متوسط. هنا بقى جبت قالب سيليكون علشان استخدمه. مش لازم قالب سيليكون خالص، يكون عندكم اي قالب موجود، قالب ألمونيوم، صينيه مربعه، صينيه مستطيله، اي حاجه عندكم هتنفع في الوصفه بتاعتنا، مش لازم يكون قالب زي ده، اي حاجه موجوده عندكم اشتغلوا بيها. وطبعا السيليكون ما ينفعش نحطه مباشره على النار في الفرن، لازم تحطيه يعني تحطي تحته صينيه تانية او اي حاجه علشان تكون عازل ما بينه وما بين الحراره. طبعا هنفضي الكيكه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، والقالب انا دهنته بنقطه سمنه كده او زيت، ورشيت عليه رشه كاكاو خفيف، وطبعا دهنتها كده جوه القالب. بنخبطها كده تخبطتين على الرخامه علشان لو فيها اي هوا كده بنخرجه. تسويه زي ما بقول لكم في كل الكيكات، قاعده اساسيه عندنا ان احنا ما بنسخنش الفرن قوي. الناس اللي بتسخن الفرن لدرجه حراره عاليه وربع ساعه وتلت ساعه كده غلط. الكيكه بتدخل على فرن حامي فجاه مره واحده ترتفع وتهبط فجاه مره واحده، او ممكن تكون مستويه ومحمره من فوق من تحت ومن جوه بتكون نيه. احنا بنولع الفرن قبلها 5-7 دقايق بالكتير، 8 دقايق ده اقصى حاجه، على درجه حراره 180. بنحط الصاج بتاعنا في الرف اللي في النص وبنحط الكيكه بتاعتنا، ما بنولعش لا مروحه ولا شوايه لحد الكيكه ما ترتفع وتعلى كده وبحس خلاص ان هي استوت. بيكون مر حوالي 35 ل 40 دقيقه من وقت الكيكه. بعد كده بشوف خلاص الكيكه بتاعتي احمرت وبقت زي الفل، بولع لها كده من فوق الشوايه لو هي احتاجت عشان احمر وشها. الكيكه بتاعتنا دي هتاخد حوالي من 40 45 دقيقه وتكون استوت. تعالوا بقى ندخلها في الفرن ونشوف هنعمل بعد كده ايه. وهنا الكيكه بعد ما خرجت من الفرن ما شاء الله حلو قوي وريحتها كده قلبت الدنيا قلبان. هنقلبها كده بس هنستنى لما تبرد شويه، وبعد كده هنقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا يا جماعه الناس اللي بتسالني نعمل كيكه شوكولاته ازاي، هي دي يا جماعه احلى مقادير تعملي بيها كيكه شوكولاته، خفيفه وهشه وطريه. انا لولا ان انا هعمل الكيكه بشكل مختلف كنت خليتها كيكه شوكولاته كده وبس من جمالها وحلاوتها وطراوتها. هنغطيها ونسيبها تبرد في جنب شويه، لازم تغطيها بكيس او بفوطه علشان ما تنشفش منك. بعد كده بقى تعالوا نعمل الطبقه الثانيه. معايا هنا حله او كسرولة واحط فيها 2.5 كوباية من الحليب ومعاهم كيس من الكريم كراميل، ومش لازم شركه دريم، اي شركه تانية واي نوع تاني انت بتحبيه متعوده عليه استخدميه. هنفضي كده كيس الكريم كراميل، كيس واحد بس من الكريم كراميل في 2.5 كوباية حليب، وهحط 3 أو 4 معالق سكر على حسب انتوا بتحبوا السكر زياده او قليل. انا هنا حطيت 3 معالق حلوين جدا، وهحط لهم كمان معلقتين كبار هرميتين كده من الكاستر. ما عندكيش كاستر مفيش مشكله، ممكن تستخدمي نشا بداله، مفيش مشكله خالص، يعني هتستخدمي كاستر لو موجود، ما عندكيش استخدمي نشا. هنحط معلقتين كبار هرميتين كده مليانين. هنقلب المكونات كده على البارد، وبعد كده هاخدها ارفعها على النار لحد ما قوامها يتقل ويكون سميك. انا عايزاها قوامها تقيل شويه عن الكاستر المعتاد او المهلبيه المعتاده اللي احنا بنعملها، انا عايزه القوام يكون تقيل شويه. القالب اللي عملت فيه الكيكه طبعا غسلته ونضفته ودهنته دهنه زيت خفيفه جدا، يعني حاجه رشه زيت خفيفه قوي قوي، وبعد كده دهنتها في كل القالب. وهننزل بالكاستر كده وهو سخن، ما تستنيش لما يبرد، انزلي بيه وهو سخن كده على طول نازل من على النار، انزلي بيه جوه القالب. وبعد كده هنجيب الكيكايه القمرايه بتاعتنا الحلوه دي وهننزلها كده فوق الكاستر، ونحاول ان احنا نضغط عليها بايدينا بالراحه قوي كده علشان ندخل الكيكه كده جوه الكاستر. خطوه بقى ملهاش لازمه لان الكيكه بتاعتنا طريه جدا، بس هنزود الكيكه طراوه اكتر باننا نجيب ربع كوبايه حليب، تلت كوبايه حليب عادي يعني دافي كده، بخرجه من التلاجة بشويه وببدا ازق الكيكه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بعمل الخطوه دي ليه؟ علشان اطري الكيكه اكتر واكتر، اخليها عامله زي
زي كيكه الجاتو كده، او زي كيكه التورت، كيكه الجاتوهات بتكون طريه. بالمعلقه بالراحه كده واحده بواحده، وببدا اسقي الكيكه اللي موجوده معايا بالحليب. وطبعا الكيكه يا جماعه بتكون بارده خالص، انا بستنى لما الكيكه بتبرد وبحطها فوق الكريم كراميل، وبحطها مباشره فوق الكريم كراميل وهو سخن، علشان الكريم كراميل والكيكه اللي عملناها يمتزجوا كده في بعض ويدخلوا يعملوا ميكس كده مع بعض من الوش. بعد ما خلاص شربت الكيكه كده بربع كوبايه الحليب، هغطيها بكيس او بستريتش وبسيبها لما تبرد شويه، وبعد كده بدخلها التلاجة لحد ما الكريم كراميل كده يجمد ويكون بارد وحلو. هنا الكيكه بعد ما خرجت من التلاجة ما شاء الله يا جماعه حلوه وطريه وهشه جدا. تعالوا بقى كده نقلبها ونشوف القمر والجمال كده مع بعض. بصوا يا جماعه بتطلع بمنتهى السهوله، ولو عملتيها في اي قالب، حتى لو صينيه الومنيوم عاديه مربعه او مستطيله زي اللي بنعمل فيها الكيكات مع بعض، مفيش مشكله خالص، هنعملها بنفس الطريقه. ايه رايكم في الجمال والقمر ده؟ حاجه كده بقى تشرف، وحاجه كده حلوه، وحاجه كده طعمه، ومش لاقيه كلام يوصف القمر ده. بعد كده جبت كيس الكراميل اللي موجود مع الكريم كراميل اللي بيبقى موجود معاه في العلبه، وبدات احط كده على الوش بشكل عشوائي كده زجزاج رايح جاي. ولو مش عايزين تحطوا كيس الكراميل ده مفيش مشكله خالص، يعني انا بعد ما حطيته قلت يا ريتني ما كنت حطيته، ملوش لازمه. هي الكيكه كده مع الكريم كراميل اللي موجود عليها حاجه كده تحفه وجنان. تعالوا بقى اما نشوف الكيكه التحفه بتاعه الشوكولاته عامله ازاي. بصوا يا جماعه الارتفاع بتاع الكيكه عامل ازاي، لو قسناها بالمسطره كده هتعدي 13 14 سم. بصوا ما شاء الله، كيكه مرتفعه وهشه وخفيفه جدا، وكريم كراميل كده على وشها حاجه تحفه. اللي عايز كيكه شوكولاته لوحدها يعمل الكيكه دي حلو قوي بمقادير سهله وبسيطه وجميله ونتيجه رائعه. اللي عايز يعمل الكيكه كده على بعضها بقمرتها وحلاوتها وجمالها كده يعملها. بجد يا جماعه من اروع واجمل واحلى الكيكات اللي انتوا هتعملوها، وهتتنسف اول ما تخرج من التلاجة زي ما بقول. الكيكه القمر بتاعتنا خلاص خلصت. اللي عجبته الوصفه يا ريت يعمل لي لايك، ما تستخسروش فيا التعليق الحلو واللايك اللي بيتعمل بايديكم القمر. مستنياكم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها، واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.